المقبرة اللي كانت بتتجهز لتكون مقبرة الملك توت مش بيدفن فيها، وبيدفن في مقبرة أصغر بكتير، والكاهن آي بيتم تحضيرات دفنه بسرعة قبل مجيء حور محب من خارج مصر. وبعض المصادر بتقول إن المتسبب في موت توت عنخ آمون هو آي للاستيلاء على الحكم، بس في النهاية بيتزوج آي الملكة عنخ سين آمون وبيبقى ملك مصر، ومن بعدها بيتنسي توت عنخ آمون. يا ترى إيه اللي حصل بعديها؟ ملك توت عنخ آمون قصته يمكن بتبتدي من قبل ولادته بكام سنة شوية، بعد موت جده الملك منحوتب الثاني، لأن الملك اللي كان بيتجهز للحكم مات. هيظهر ابن منحوتب الثالث مكناش نعرف عنه أي حاجة. الملك ده في بداية حكمه كان الوضع هادئ، اتجوز من سيدة غير ملكية، هي دلوقتي أشهر الملكات في التاريخ، هي الملكة نفرتيتي. بيفضل الوضع هادئ لغاية ما الملك بيعمل معبد لأتون في معبد القرنة ويتوجه كرب الأرباب بدل من أمون، وبيتصدم الشعب أكتر لما بيشوف تماثيل أمون. تماثيل الملك أمونحتب الرابع مش هنشوف شبهها ولا قبل ولا حتى بعد، كأنه كان بيعمل فن جديد، وكمان حاول يلغي الديانة المصرية القديمة، الديانة اللي بقالها 2000 سنة، بديانة الأتون. كهنة معبد الكرنك مش بيستنوا الوضع يتطور أكتر من كده، وحاولوا أكتر من مرة لعمل خطة ضد الملك، بس رد فعله كان أكتر غرابة من ما سبق. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر عن هيئات الملوك. ما هو الملك لازم يطلع مبتسم، ورمسيس الثاني اللي مات فوق ال90 لما نعمله تمثال يطلع كله زي الفل وراجل شباب وحلاوه وجمال مهما كانت الظروف. الدوله الوسطى بقى ما عملتش ده، لان حصلت ثوره في النص، ثوره اجتماعيه، ما احنا ما وصلناش لاي حاجه وكل حاجه ضاعت مننا، والناس عملت قيمه الملك اتهزت هزه كبيره. فلما رجعوا في الدوله الوسطى ابتدوا يعملوا تماثيل وهم باين على وشوشهم الارهاق. هي مناخيرهم فين؟ تاني احنا اتكلمنا في النقطه بتاعت كسر التماثيل وهتكلم عنها بشكل اوضح ده. مرهق، كأن هو في عينه داخله لجوه، كأني شايل هم هذه الدوله. السؤال بتاع المناخير فين هو السؤال بتاع المناخير الثانيه، وهو ده مع في بعضها بيبقى فيه مناخير وبعضها ما بيبقاش فيه مناخير. ليه ما بيبقاش فيها مناخير؟ احنا قلنا ان المصري القديم لما بيعمل التمثال بيعملوا سبورتد من كل حته ما عدا حتتين، الرقبه والمناخير. الرقبه احيانا بيعملها سبورت بالباروكه او بالنمس، انما المناخير ملهاش سبورت ابدا، فلو اتوقعت على وشها هتتكسر. دي واحده. الثانيه بقى، مصر القديم كان مؤمن ان الكا اللي احنا قلنا عليها بتحافظ على الجسم ديت، الكا بتسكن فين؟ في التمثال، بتقعد في التمثال وبتتنفس من خلال التمثال. لو انا حرامي بقى ورحت اسرق المقبره بتاعت محمد اسامه، فانا بسرق من المقبره عارف ان التمثال بتاعه، معتقدي ان التمثال بتاعه هيقر عليا، الكا جوه، اعمل ايه؟ اكسر مناخير الكا، ما تتنفسش، تموت، لا يتخلد ولا حد يقر عليا. لو انا كاره محمد اسامه اصلا، مش بسرق ولا بتاع، بس مش عايز هو يخلد، بعمل نفس الحركه. بعض الحاجات كده وبعض الحاجات كده. الملك بيعلن بتغيير اسمه من أمونحتب الرابع إلى أخناتون، وبيغير اسم مراته من نفرتيتي إلى نفرو أتون. وكمان الملك أخناتون بيأمر الشرطة باقتحام المعابد وتدمير تماثيل الآلهة القديمة ومحو اسم أمون إلى الأبد. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر عن التغييرات الكبيرة اللي تسبب فيها أخناتون. لا، هو قرر إن أتون ده مش محتاج كهنة. خطط في الكهنة. احنا عندنا الديانة المصرية القديمة قائمة على وجود وجود المعبد اللي ما يلحقلكش تخش.
انا وانت ما نخش المعبد. مين يخش المعبد؟ الكهنه. ما حدش يخش قدس الاقداس غير كبير الكهنه او الملك. في اي معبد، اي معبد انت ما تخشوش. تخشوا انت بس، تخش في الباحه الخارجيه في المناسبات والاعياد عشان تهيص في العيد وتشاور لاموم من بعيد وبتاع بس. حتى ساعتها كانوا بيغطوا المعبودات نقوش. ليه؟ عشان تحتفظ بهيبتها. لان انا لو شفت التمثال جنبي كده وبعدين انت اسمك ايه؟ وبعدين ايمان طلعت تجري ركبت على تمثال الامون. انت اسمك ايه بقى؟ يوسف. وقام يوسف طلع يجري زق وقع على الارض اتكسر. الدنيا تبوظ بقى. هنتكلم بعد كده بقى الناس يقولوا لهم هاتوا قرابين للمعبود ازاي؟ ما ينفعش. يطلعوا لهم بس من صاله التجلي، الاعمده كده اسمها صاله التجلي، يطلعوا لهم من الاعمده كده طالعين بالتمثال والناس خلاص. انا عايز اقدم قدوه القرابين، اعمل ايه؟ هروح للكاهن اديله القرابين علشان يروح يديها لامون. يجي بقى توت عنخ امون، قصدي يجي اخناتون، يقوم قايل لك ايه؟ مفيش كهنه، انت الشمس واصله لك. طالما اشعه الشمس وصلتك يبقى انت تواصلت مع اتون. انت خلاص يا بيه مش محتاج. يا لهوي دي المصلحه باظت. فقامت الحرب. الحرب اساسها اقتصاد. هو ساعتها نقل على تل العمارنه وقعد هناك واستقر وقلبت معاه لما يقرب من الدروشه، لانه بعد كده بقى بيتكلم على ان هو تجسيد اتون على الارض، وهو صوره اتون الحيه وحاجات كتيره فيها لخفانه غير طبيعيه. وابتدت كل المقابر اللي موجوده في تل العمارنه، كل المقابر اللي موجوده في الفتره بتاعته مقابر حواليه هو. الناس بتعمل في المقابر رسومات ليهم هم وهم بيقدموا قرابين لا، انت تخش في مقابر تل العمارنه تلاقي اتون تلاقي اخناتون ونفرتيتي والعيله المالكه. اخناتون فين الناس اللي مدفونه؟ بقى الموضوع مش طبيعي خالص وأله نفسه الى حد ما. الناس بتتساءل على شكله الغريب. صح؟ هو ليه تماثيل وهو صغير وهو شكله عادي. تماثيل قليله جدا بس موجوده. ايه بقى الشكل الغريب ده؟ طب بس الإفيه مش كده. الإفيه إن شكله ده هو شكل نفرتيتي. صح؟ مين في دول نفرتيتي ومين في دول اخناتون؟ على حسب التاج. الاثنين لابسين تاج الخبر. ما تعرفش تحكم مين فيهم. هو الاثنين مش شايلين لأن نفس هو الحاجة. عمل حركة تانية بقى. قال لك إن هو والعيلة المالكة هم تجسيد لأتون على الأرض. الشكل ده هو شكل أتون. ولأن أتون هو معبود مانح للحياة زيه زي حعبي معبود النيل مانح للحياة، فلازم يكون في صفات المؤنثة وصفات المذكرة عشان يمنح للذكر ويمنح للأنثى. فعشان كده بيعمل شكله كده زي شكل نفرتيتي زي شكل بقية البنات. الملك أخناتون بيروح شمالا إلى منطقة اسمها تل العمارنة وبيبدأ في بناء مدينة جديدة لتكون عاصمة مصر الجديدة، وبيسمي المدينة دي أخيتاتون. بعد 6 شهور فقط تجهز المدينة لاستقبال العائلة الملكية. الغريب السر في المدينة الشعب. طب دول كانوا ايه يعني؟ هل مؤمنين بالإله أتون؟ هل دول أهل الطيبة؟ ما نعرف. لا بقى. أخناتون كتب عدة ترانيم لأتون، منهم الترنيمة دي أتون الأكبر بتقول: أنت تظهر جميلا في الأفق يا أتون الحي، يا من بدأت الحياة حين أشرقت في الأفق الشرقي، لقد ملأت كل البلاد بجمالك، فأنت جميل عظيم متألق، تشرق وترتفع فوق كل أرض، أشعتك تحتضن البلاد كلها، وكل ما خلقته ظاهر حين تشرق، وحين تغرب في الأفق الغربي تغشي الأرض ظلمة مثل الموت، ينام الناس في منازلهم وتختفي أعينهم ولا يرى أحد الآخر، وكل أسود تخرج من مخابئها، تزحف الحياة في الليل، لكن حين تشرق ينهدون على قدميهم، لأنك باعث النهار ومانح الحياة. أنت وحدك، أنت خالق ما هو موجود، خلقت الأرض وفوق ما أردت الناس والماشية والوحوش، كل ما على الأرض يسير على قدميه، وكل ما يطير في السماء بجناحيه خلقتهم جميعا. سنة 1902 بعثة ألمانية بتكتشف في مدينة أخيتاتون تمثال من أجمل التماثيل على وجه الأرض. في الفترة دي
كان قانون الآثار بينص على تقسيم الآثار بالنص بين المكتشف والحكومة المصرية، بس الحكومة المصرية كان ليها الحق باختيار الآثار. البعثة الألمانية كانت عارفة كده كويس، فلجأوا لفكرة إنهم يغطوا التمثال بطبقة من الجبس. وفعلا بتيجي اللجنة المصرية ولما بتشوف تقرير التمثال بتلاقي مكتوب إنه تمثال من الجبس لأي حد من عامة الشعب. تنجح البعثة في تهريب التمثال إلى ألمانيا، وبعد الحرب العالمية التانية بيتم عرضه في متحف برلين، ومن ساعتها ومصر بتطالب بإرجاع التمثال حتى الآن. التمثال ده هو تمثال الملكة نفرتيتي. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس للمرة الأخيرة في السلسلة عشان نعرف أكتر عن أدوات التجميل. مصريه ايه دي؟ انت كده هتبص فيها تشوفي نفسك بذمتك غششوكي غلط. بس هي مرايه فعلا، صح الله ينور. شوف ايه، كانوا بينظفوها بشكل كبير جدا لدرجه ما بتلمع خالص فيبان فيها تمام. وبيبقى ليها ايد تانية مش موجوده للاسف دلوقتي. دي نماذج لادوات التجميل عند الستات، ودي قديمه جدا. شايفين ديت المشاط، ده مشط، والمشط مرسوم فوقه نقشه تانية دايما. شايفين هنا عامله زي طائر موجود، صح؟ اللي فوقه ده بقى السمك والحاجات ديت عباره عن ايه؟ دي بيسموها صلايات. يعني ايه صلايه؟ يعني بيمسكها بيطحن عليها الكحل والعطور. بتعوز تتكحل بقى المصريين القدماء وهي بتعمل الكحل بتاعها. ده اشهر حاجه دي. الملوك كان بيبقى عندهم صلايات تبقى اكبر من دي في الحجم، وما بيستخدمهاش بقى للغرض دوت، بيستخدمها لغرض زي ما تقول توثيقي، بيوثق انتصار معين ولا بيعمل حاجه فيقوم عاملها بشكل كبير ويرسم عليها زي صلايه معرمر طبعا يعني. ودي ادوات بيتحط فيها شايفين اللي فوقها الرجل اللي فوقها، واللي بيتحط فيها ادوات العطر وبتاع. ايه لا، ده بيتحط فيها الحاجه عشان تاخدها تستخدمها يعني. ودي اساور. معلش كانوا صغيرين. تعالوا هنا، في هنا حاجتين لزاز. في حد راح المتحف المصري؟ شفتوا اول شنطه ظهر في تاريخ البشريه؟ ازيك يا محمد؟ ايه؟ زي بتاعت جوتش اللي هي فيها كانت تمثال لني عنخ بيبي كيم، وده كان الراجل صاحبه اسمه ني عنخ بيبي كيم، وده كان في مقابر القوصيه في مير في اسيوط. واحد مهم جدا وكان حاكم الصعيد كله، وكان شخصيه مؤثره. ودايما اسيوط شخصيه مؤثره في الحضاره المصريه القديمه. دايما اسيوط مؤثره جدا، بس ما طلعش منها حكام، لكن كان بيبقى لهم منجزه. حكام الاوائل مش جاي بلديات يعني بلديات. فالمهم ني عنخ بيبي كيم صاحب اقدم شنطه ظهر في التاريخ، وهو الراجل ده ليه تماثيل وهو بشكل عادي جدا كانه هو بني ادم عادي طبيعي بكرش ومش عارف ايه، وليه تماثيل تانية وهو عاملها بشكل رسمي كانه هو مظبط كعضلات صدره ومش عارف ايه، علشان على اعتقاد انه ممكن يبعث بيها. السفن اللي فوق دي كلها طالعه من المقبره بتاعته، من باب ان هو كان راجل كل الحركه بتاعته في النيل، فعنده نموذج لاسطول بحري خاص بيه. دي لذيذ. اولا شايفين دول اشكال للوسخ بس صغيره، نشوف اشكال وسخ اكبر ان شاء الله. السنة العاشرة من حكم أخناتون بينجب ولد، بس مش من نفرتيتي، يسمى توت عنخ آتون. سنة 1898 بيتم اكتشاف 3 مومياوات في مقبرة في وادي الملوك. المومياء الأولى هي لشابة والتانية لسيدة عجوز. وسنة 2010 بيتم عمل تحليل DNA وبيؤكد إن هذه السيدة هي أخت أخناتون وأم توت عنخ آمون. توت عنخ آتون كان محبوب جدا من ملكة تي، فهو أول حفيد ولد ليها، وحب الملك توت للملكة تي خلاه يدفن في مقبرة خصلة من شعرها. وسنة 2007 دكتور زاهي حواس بيعمل تحليل DNA لخصلة الشعر للمومياء العجوز، وفعلا النتيجة كانت مطابقة. في خلال ال 14 سنة الأولى في حكم أخناتون خسرت مصر أغلب مستعمراتها الخارجية، وده بيكون بسبب عدم اهتمام أخناتون بالأوضاع الخارجية، ومصر بترجع تاني على منحدر انهيار جديد. وفي سنة حكم أخناتون ال15 بتموت بناته واحدة ورا التانية، وبعديهم بتموت الملكة تي. وفي سنة 17 بيموت أخناتون نفسه، وبيخسر توت كل أسرته. وبعد موت أخناتون بيتولى توت الحكم وهو عنده 9 سنين.
وبيساعدوا قائد الجيوش حور محب والكاهن آي، وبيغيروا لتوت اسمه من توت عنخ آتون إلى توت عنخ آمون. بيتزوج توت أخته اللي فاضلة عنخ سن آتون، وبيتم تغيير اسمها هي كمان إلى عنخ سن آمون. ترجع العاصمة طيبة من تاني ومعاها الديانة المصرية القديمة، وبينقلوا توت من العمارنة إلى القصر الملكي في منف. وبيستغل الكاهن آي صغر سن الملك توت عنخ آمون وبيشتغل على محو الآتون وعائلة أخناتون من تاريخ مصر. والقائد حور محب بيذهب لاستعاد المستعمرات المصرية. وبعد 10 سنين بالظبط بيموت الملك توت عنخ آمون قبل ما يتم 19 سنة، وسوء الحظ ملازمه حتى بعد موته. المقبرة اللي كانت بتتجهز لتكون مقبرة الملك توت مش بيدفن فيها، وبيدفن في مقبرة أصغر بكتير. والكاهن آي بيتم تحضيرات دفنه بسرعة قبل مجيء حور محب من خارج مصر. وبعض المصادر بتقول إن المتسبب في موت توت عنخ آمون هو آي للاستيلاء على الحكم، بس في النهاية بيتزوج آي الملكة عنخ سن آمون وبيبقى ملك مصر، ومن بعدها بيتنسي توت عنخ آمون. وهنا واحد هيجي يقول ازاي توت عنخ آمون مشهور؟ عشان نعرف نجاوب على السؤال ده لازم نعرف قصة وادي الملوك. بتبتدي قصة وادي الملوك في عصر الملك تحتمس الأول، اللي عايز يخفي مقبرته في مكان بعيد عن الحرامية لعدم سرقتها زي ملوك الدولة القديمة والوسطى. فاقترح عليه كبير المهندسين إنيني إنه يبني المقبرة في مكان وسط الجبال صعب الوصول إليه، أطلق عليه بعد كده وادي الملوك. وفعلا بيبني تحتمس الأول مقبرته في الوادي. وفي بعض المصادر بتقول إن هو قتل كل اللي اشتغلوا على المقبرة لعدم وجود دليل يوصل الحرامية. المضحك بقى إن التابوت ده هو القطعة الوحيدة اللي تم اكتشافها ما اتسرقتش. وفعلا من بعد تحتمس كل ملوك الدولة الحديثة بيتم دفنهم في الوادي، بس أغلب مقابر وادي الملوك تم سرقتها. بيعدي الزمن وبتيجي الصدفة لما شاب في ألمانيا لورد كارنر فون بيعمل حادثة كبيرة وبيتصاب إصابة كبيرة في القفص الصدري، وبينصحوا الدكاترة إنه يقضي بعض الشهور في بلد دافئ زي مصر. وفعلا بيسافر مصر، وخلال فترة إقامته في مصر حب الحضارة المصرية وبدأ في تمويل بعض عمليات الحفر. بس لما صاحبه جاستن ماسبيرو بيلاقيه محتاج مساعدة بيرشح له شاب شاطر اسمه هاورد كارتر، وفعلا بينجحوا وبيكتشف عدة اكتشافات منها مقبرة الملكة حتشبسوت. وبتيجي سنة 1914 وبيطلع لورد كارنر فون وكارتر تصريح التنقيب في وادي الملوك، ويبدأوا هما الاتنين رحلة البحث على مقبرة توت عنخ آمون. وسبب البحث عن المقبرة كتبه هاورد كارتر بنفسه في كتابه، بيقول ان هو كان بيدور على توت عنخ آمون بالذات لانه الملك الوحيد من الأسرة 18 و19 وال20 الذي لم يتم اكتشاف مقبرته. وعلى فكرة كلامه مش للآخر صح، لأن الملك تحتمس الثاني كان برضه لم يتم اكتشاف مقبرته، وتم اكتشاف مقبرته من فترة بسيطة وكانت برضه اتسرقت. المهم بعد عدة مواسم تنقيب في وادي الملوك لورد كارنر فون بيزهق وبيوقف التمويل، وبيترجاه هاورد كارتر للتمويل موسم كمان بس. وفعلا يوم 1 نوفمبر بيرجعوا من تاني الأقصر، وتحديدا يوم 4 نوفمبر ولد صغير اسمه حسين عبد الرسول كان بيدي المية للعمال أثناء التنقيب. ففي مرة من المرات جرة المية اللي في إيده وقعت فعمل صوت جامد، وده خلاه يتوقع إن في حاجة في الحتة دي. وساعتها جري بسرعة عشان يقول لفريق التنقيب، وفعلا بيلاقوا أول درجة سلم بسبب ذكاء الولد الصغير. هنا لازم نقف ثانية ونفهم اللي حصل. نتخيل لو كنا مكان توت للحظة واحدة بس. أولا أنت طفل وفجأة كده عيلتك واحد ورا التاني بيموت، وفجأة برضو بقيت ملك على إمبراطورية، وبيتم تغيير اسمك وبيتم نقلك تعيش في مكان تاني أول مرة تشوفه، ولما تتجوز وتخلف بناتك يموتوا. وغير كل ده إنك مريض وبتمشي بعصاية. خلاص كده؟ لأ برضه بعدها يقولوا لك إن والدك وديانته غلط ولازم تتغير. فجأة البلد اللي انت ملك عليها كلها اتغيرت، وكل ده وانت لسه طفل. يوم ما تكبر وقبل ما تتم حتى 19 سنة تموت وبتدفن في مقبرة غير مقبرتك، والملوك من بعدك بيمسحوك
من سجلات التاريخ، وبتعدي ألوفات السنين ويكون طفل برضه هو السبب في اكتشافك ورجوع اسمك في سجلات التاريخ من تاني. على طول بيكملوا حفر لغاية ما بيقفوا قدام باب المقبرة، وبيلاقوا على الباب ختم الجبانة الملكية مكتوب عليه توت عنخ آمون. وهوارد كارتر بيفتح حتة وبيدخل شمعة، فبيسألوه شايف ايه؟ فبيقول أشياء مذهلة، ونكتشف لأول مرة مقبرة كاملة. وخلال 3 سنين تم تنظيف وتوثيق ونقل القطع الأثرية، وتحديدا يوم 28 أكتوبر سنة 1925 في الأقصر. وبعد شروق الشمس بيذهب هوارد كارتر نحو مقبرة توت عنخ آمون ليفتتح الغطاء من على أغلى كنز في العالم، قناع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون. بعد 11 طبقة ليرى القناع الذهبي على رأس المومياء لأول مرة من 3000 سنة. وفي ديسمبر 1925 بيتم نقل القناع إلى المتحف المصري بالقاهرة. تم عرض القناع للمرة الأولى عام 1932 بعد 10 سنوات من توثيق محتويات المقبرة. لكن لم يعرض كل القطع الأثرية لأنها كانت أكتر من 5000 قطعة، وكان مفيش مساحة كافية لعرضهم كلهم، وتم عرض عدد قليل منهم والباقي اتشالوا في قبو المتحف لأكتر من 100 سنة. وسنة 2002 بتقرر الحكومة المصرية إنشاء متحف جديد أكبر من كل المتاحف ليضم آثار توت عنخ آمون كاملة بجانب آثار الحضارة المصرية القديمة. وطبعا عرفتوا إن أنا قصدي المتحف المصري الكبير. برضو أكيد عارفين إن أهم واحد بيوصل آخر واحد. وعلى مدار أكتر من 20 سنة تم إنشاء المتحف وتصميم سيناريو العرض ونقل وترميم القطع الأثرية وتجهيز جميع القاعات. وفي 19 أكتوبر 1925 تم تجهيز كل صغيرة وكبيرة استعدادا للافتتاح، ما عدا 6 فاترين تبقوا فارغين. في نفس التوقيت في المتحف المصري بالقاهرة كانت بتستعد آخر وأهم 6 قطع سيتم نقلهم بينهم أغلى وأقيم قطعة أثرية في العالم، القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. بعد الساعة 5 مساء وغلق جميع قاعات المتحف، بعدها بيوصل الأمين العام للآثار ورئيس نقل واستلام الآثار ومعاهم فريق محترف لإنجاز المهمة. وكان لابد أن تتم عملية النقل الأخيرة بأسلوب مختلف عن الباقي وبأعلى درجات الاحتياط والحذر وفي سرية تامة. وتم وضع خطة تعتمد على التمويه وأن تكون كل سلاسل المعلومات بها حلقات مفرغة مش بيكملها إلا الأمين العام للآثار ورئيس هيئة نقل واستلام الآثار. وتم النقل في عدة مواكب تؤمنها الشرطة المصرية، وبيتم التحرك في أوقات مختلفة لا تحدد إلا قبل دقائق من الانطلاق. وبعض الصناديق كانت فيها قطع أثرية والبعض كانوا فارغين. وتحديدا الساعة 6:15 فجر يوم 20 أكتوبر أغلقت آخر فاترينة في المتحف وأهم فاترينة ليكون قد اجتمع جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون تحت سقف واحد لنصل إلى اللحظة المنتظرة. تلقى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة نموذجا مصغرا للمتحف المصري الكبير تحمل كل قطعة منه اسم دولة ليضع قادتها قطع بلادهم بأيديهم رمزا لمشاركة شعوبهم في هذا الصرح الإنساني. والآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع القطعة الأخيرة التي تمثل مصر، معلنا بذلك
افتتاح المتحف المصري الكبير.
احنا النهاردة بنحضر نهاية قصة توت عنخ آمون، لأن قصة توت الحقيقية هي في عصرنا مش في عصره. بس نهاية منف لم تكن زي توت، لأن بعد موت توت بدأ نفوذ العاصمة يتحرك ناحية طيبة مع الأسرة 19 والعشرين بسبب صعود كهنة آمون وأهميتهم السياسية والدينية. منف ما انهارتش فجأة، لكن بدأت تفقد مكانتها كقلب السلطة. وفي العصر المحلي الثالث نفوذ منف قل جدا، بقت مجرد مدينة كبيرة لها طابع إداري وتجاري. الكهنة في طيبة سيطروا أكتر، منف بقت شبه مدينة مهملة. لما دخل الإسكندر الأكبر مصر، منف استقبلته وعمل فيها طقوس التتويج على عادة المصريين القدماء. لكن بعد تأسيس الإسكندرية منف فقدت مكانتها تماما. البطالمة ركزوا على كل شيء في الإسكندرية، سياسة، تجارة، ثقافة. منف بقت مدينة ثانوية بس لسه فيها معابد وناس. ولما دخل الرومان مصر خلوا الإسكندرية العاصمة الإدارية. منف بدأت تضعف، كتير من أحجار معابدها اتاخدت واستخدمت في بناء مدن تانية، بقت مجرد مركز محلي صغير مش مدينة عالمية زي الأول. مع انتشار المسيحية كتير من معابد منف اتهدمت أو اتحولت لأديرة وكنائس. بوقت دخول القائد عمرو بن العاص مصر، منف كانت في حالة خراب شديد. الحجارة بتاعتها اتخذت لبناء الفسطاط أول عاصمة إسلامية في مصر. تدريجيا المدينة اختفت من الوجود، منف اتحولت لأطلال ضخمة. الأوروبيين اللي جم في العصور الوسطى وصفوها إنها مدينة أشباح، المدينة اللي حكم منها أعظم الملوك عبر التاريخ. نتمنى رحلتنا في الحضارة المصرية القديمة تكون عجبتكم، واللي شفنا وعرفنا وسمعنا فيها قصص دكتور محمد خميس اللي ما يتشبعش منها. في أول يوم بدأنا في السلسلة اخترت اسم ليلى في منف كاسم فقط، بس بعد تعمقي أكتر في دراسة القصة احتجت أعرف معلومات أكتر عن منف، ومعلومة ورا معلومة عرفت إن دي مش مدينة ولا عاصمة حتى عادية، دي من أهم العواصم مش في مصر بس، لا في العالم كله. والصراحة أنا حبيت منف وقصصها الممتعة ومنعرفش منها إلا البلاد. نشوف وشكم بخير.